بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض لازانيا بالطريقة المظبوطة. دايما بشوفها في المطاعم بتتقدم قطعة، بتبقى القطعة مش بتتقطع أساسا معاكي ولا بشوكة ولا بسكينة، بتبقى بتشد وناشفة ووحشة قوي. النهارده هنعمل لك الطريقه الحلوه المظبوطه اللي تطلع معاكي ناجحه وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. زي ما انتم شايفين معايا علبه لازانيا اي نوع، هي مش بتفرق على فكره، يعني الغالي زي الرخيص والرخيص زي الغالي، فانت هاتي اي نوع هو بيأدي الغرض. المهم ان في تركايه كده هقولك عليها، هي اللي هتطلعها معاكي جوسي وطريه وحلوه قوي. اول حاجه هنعمل العصاج. معايا نص كيلو مفروم، نزلنا ببصلايه وقرن فلفل كده مضروبين في الكبه على شويه زيت، وبعدين نزلنا باللحمه المفرومه. اهم ما في الموضوع انك انت تشوحي اللحمه المفرومه دي وتنزلي على طول بالتوابل بتاعتك. هي طبعا بتاخد توابل حلوه، بتاخد اللي هو الملح والفلفل، رشه قرفه ورشه زعتر وكمان رشه كركم ورشه بابريكا. هندي الكلام الحلو ده تقليبه مع بعضه، وهنبشر جزرايه حلوه على الكلام ده. اهم حاجه الجزرايه دي اهم من الحشوات، يعني اهم حشوه في اللازانيا انك انت تضيفي الجزر المبشور على اللحمه المفرومه. وهي طبعا ممكن تتحشي باي حاجه تانية غير اللحمه المفرومه، يعني انا بعملها كمان بالفراخ بطريقه حلوه قوي، ان شاء الله برضو هبقى انزل لكم الوصفه بتاعتها. هندي بقى الكلام الحلو ده تشويحه، وطبعا اهم حاجه هنضيف معلقه صلصه كده للتلوين، احس بس ايه الدنيا بقت لونها حلو شويه، لان انا ما بحبش يعني الحاجه تبقى لونها فاتح قوي بالذات في العصاج. بصوا بقى الجزريه دي مش عايزه اقول لكم بتعمل ايه، هي بتبوش كده في الحشوه وبتدوب كده في النص، بتحسي بطعم حلو بس انتي مش عارفه ايه هو السبب، لان هي اصلا بتختفي فيما بعد بتختفي. ضفنا بقى معلقه الصلصه، هندي الكلام الحلو ده كله تقليبه، وهنسيب كده الحشوه خلاص جهزت معايا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل البشاميل. خدوا بالكم ان اللازانيا يمكن اكتر من المكرونه البشاميل العاديه، هي بتبلع بشاميل، فانت حاولي تكتري الكميه على قد ما تقدري، وفي نفس الوقت ما يبقاش تخين قوي ماسك مش عارفه تحركيه، وما يبقاش طبعا سيرب وسايب، لازم تحاولي يعني خير الامور الوسط. اول حاجه هنحطها معلقه السمنه ومعلقه الزبده على قد عدد الدقيق، معالق الدقيق على قد معالق الماده الدهنيه. حطيتي مثلا 6 يبقى هتحطي 6، حطيتي 7 وهكذا. اهم حاجة تسيبي المادة الدهنية تقدح معاكي، وبعدين تنزلي بالدقيق يعمل الفوران اللي شفتوه ده، وده برضو من يعني سر من اسرار البشاميل. بعد كده هنديله تقليبة دقيق، وبعدين هنبتدي ان احنا ننزل بماجي، مكعب ماجي كده يدوب مع الدقيق، وبعدين هننزل عليه على طول باللبن بتاعي والملح والفلفل ورشة القرفة ورشة الزعتر. تعالوا بقى نرص مع بعض اللازانيا. بصوا انا مش بسلقها، هي مش بتتسلق، انا بجيب ميه مغليه في بوله سخنه، وبعدين ابتدي ان انا اغطس فيها قطعه قطعه، وبعدين اطلع القطعه دي احطها في الصينيه. اول حاجه حطيتها في الصينيه ايه قدامكم؟ هي مغرفتين بشاميل. بعد كده حطيت طبقه لازانيا، بعدين مغرفتين بشاميل تاني، وبعدين اللي هو اللحمه المفرومه، وبعدين الجبن، وهكذا هتكرري الموضوع ده. طيب هنحط اللازانيا في ايه؟ زي ما اتفقنا، معايا صينيه فيها ميه مغليه، هغطس فيها قطعه قطعه واطلعها على طول وارصها. طيب هتقولي هي هتبقى ناشفه كده مش هتستوي معاكي، ما انا هقولك التركيه المهمه اللي هتخليها احلى واطعم من المطاعم وفي نفس الوقت مظبوطه ومستويه قوي. تيجي كده تقطعيها بالمعلقه او بالشوكه تلاقيها بتتقطع معاكي بسهوله، وهتشوفي ده معايا في نهايه الفيديو. طيب هنكرر نفس الموضوع، هنحط لازانيا، بعدين بشاميل، بعدين لحمة مفرومة، وبعدين الجبن هنحط برضو، وهكذا هنكرر نفس الموضوع. طب لو انت عايزة ارتفاع الصينية بتاعتك يكون واطي شوية هتوسعي الصينية، لكن لو عايزاها الارتفاع العالي اللي انا عاملاه دوت هتسيبي الصينية بحجم الوسط اللي انت شايفاه. لكن لو عايزة الارتفاع يبقى اقل بحيث ان هي تبقى رقتين او حاجة، يبقى هتوسعي حجم الصينية. تمام. هنا برضو حطينا اول حاجة اللازانيا، بعدين البشاميل، بعدين اللحمة المفرومة، وبعدين هننزل على طول اللهم صل على النبي بالجبن، وفي الاخر اخر طبقة بشاميل.
طبعا الفرن بتاعك يكون سخن ده لما تيجي تدخليه. تعالوا بقى نتكلم على التركية اللي هي سر من اسرار اللازانيا اللي ممكن محدش يقولك عليه خالص، ولا المطاعم ولا غير المطاعم. بعد ما تعمليها زي ما شفتي كده وتقفليها وخلاص تمام التمام، هتسيبيها على جنب ساعتين، ساعتين بالظبط، ما تدخليهاش الفرن وتسويها. طيب ليه هنسيبها ساعتين؟ علشان خاطر المكرونة دي ما تسلقتش. طب هتستوي ازاي معايا؟ انت هتسيبيها بقى في كتمة الصينية دي مع ان كل حاجة سخنة حوالين منها، هتبتدي هي تبوش واحدة واحدة، وبعدين لما تدخليها بقى الفرن تكمل سواها هتلاقيها بقى استوت على الاخر، لان اوريدي انت سايباها في سخونية الصينية لمدة ساعتين كاملين. هتاكلي احلى لازانيا. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب دايما انا اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. اهم حاجة اللايك والاشتراك، نعمل كده اشتراك للقناة عشان دايما يوصلكم كل فيديوهاتي. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تجربوا اللازانيا. اللي مش بتظبط معاه هتظبط معاه، بس يمشي على كل الخطوات اللي انا قلتها. بصوا الصينيه طالعه يعني تحفه تحفه تحفه. وهقطع معاكم حته برضو هتشوفوا قد ايه هي جوسي. بصوا الطبقات وجمالها، مرصوصه رص. عارفين لما تبقى حاجه مرصوصه رص؟ بألف هنا وشفا.